شوفوا معنا هذا الفيديو تاع هذا الإمارات ايش يقول، من بعدك عاد نرد عليه. اتفاقية النقل الجوي مع دولة الإمارات ويسألني عن تأثيرها السلبي. من وجهة نظري الشخصية خلينا نقارنها قبل بالأعداد الرقمية. طيران الإمارات تسير 6 رحلات إلى الجزائر. عدد رحلات طيران الإمارات في الأسبوع أكثر من 3600 رحلة حول العالم. لينا نشوف نسبة الرحلات هذه اللي هي تروح للجزائر، ما أعتقد أنها تزيد عن 0.1%. يعني عدد لا يذكر هذا الشيء. الشيء الثاني، عدد المواطنين الجزائريين موجودين في الإمارات 12,000 أو ما يزيد عن 12,000 جزائري. كم عدد الإماراتيين الموجودين في الجزائر؟ لا يذكر، عدد يمكن 5-6 فقط، إذا ذكرنا من ضمنهم طاقم السفارة الإماراتية اللي موجودين في الجزائر. زين، منو نستفيد من إلغاء هذه الاتفاقية، أو منو الخسران على صح من إلغاء هذه الاتفاقية؟ طبعا من وجهة نظر الجزائر اللي خسرانة لسببين أو ل3 أسباب رئيسية أذكرها الآن. أول شيء، هذه الرحلات تعتبر المنفذ أو أحد المنافذ للشعب الجزائري، إنه يقدر يخرج يسافر يروح حول العالم أو يطلع حتى من خارج الجزائر. بإلغاء هذه الاتفاقية أصبح الآن هو في سجن كبير جدا يسمى الجزائر. هذه شيء. الشيء الثاني، هبوط الطائرات أو عبور الطائرات أو غيرها تعتبر للجزائر مدخول اقتصادي. يعني لما تعبر الأجواء طبعا الطيران يدفع للحكومة الجزائرية، الهبوط كذلك يدفع للحكومة الجزائرية. هذه الجزائر الآن حرمت نفسها منها. هذه ثانية. الثالثة والأهم طبعا التجارة أو تبادل التجاري مع الجزائر. كم تأخذوا منا وكم نأخذ منكم؟ أنتم الآن بوقف هذه الرحلات ضيعتوا على أنفسكم مدخول أو تبادل اقتصادي أو وازع اقتصادي مهم ومحرك اقتصادي مهم للجزائر. زين، الخلاصة أو باعتبار الجزائر ليش أقدمت على هذه الخطوة؟ ليش ألغت هذه الاتفاقية؟ طبعا الدول أو الحكومات الفاشلة التي تعد شعوبها بحاجات أو بوعود ولا تستطيع تحقيقها تخترع لها عدو وهمي. فمثلا هناك وعود من الحكومة الجزائرية بتطوير البنية التحتية، بتحقيق نمو اقتصادي، توفير عدد الوظائف بالجزائر. بما أنها قربت إلى التاريخ المحدد أو نهاية الخطة الموعودة وما استطاعت إيصال هذا الهدف، فالآن تخترع لها عدو وهمي. الجزائر لها عداوة مع دول الجوار، مع ساحل العاج، لها مع النيجر، لها مع دول كثيرة، ومن ضمنها أيضا مع المملكة المغربية. زين، ليش اختارت الإمارات؟ مع أن الإمارات في بعد بيننا وبينهم تقريبا أكثر من 5,000 كيلو. ليش اختارت الإمارات؟ لأن إذن يا الإماراتي ليك رد من جزائري من العمق الجزائري. إذن شارك في دحر الإرهاب اللي راكم تصنعوا فيه انتوما، واللي راكم تنقلوا فيه انتوما بالطائرات المدنية تاعكم، واللي راكم تأجوا فيه الصراع في المناطق العربية والعالمية. هذا الشيء معروف عليكم. مؤخرا تكشفتوا الورقة تاعكم راه محروقة. الجزائر استعملت ضد المغرب لغة وضد الإمارات لغة، أو بمعنى آخر استعملت مصطلحين. ضد المغرب حظر جوي على كل الطائرات المغربية المدنية والعسكرية، أما الإمارات استعملت معها عبارة أخرى أو مصطلح آخر، وهو توقيف الاتفاقية بخصوص النقل أو الطيران الجوي المدني. وتم إعلام الدول المارقة وإعلام المنظمة العالمية للطيران المدني. تزامن هذا القرار مباشرة بعد مقتل سيف الإسلام نجل معمر القذافي. إذن المعلومات الاستخباراتية بالوثائق وبالأدلة، دولة الإمارات المارقة تنقل المرتزقة بطائراتها المدنية وتنقل الأسلحة بطائراتها المدنية وتهرب أحجار
الأحجار النفيسة والذهب من إفريقيا إلى دولتها، وتهرب الأعضاء البشرية إلى دولة بما تسمى الإمارات. وهناك بنك اللي جمع الأعضاء اللي راها سبب هذه الدولة في كل حروب، هي اللي تشعلها، وهي اللي تجيب السلاح في الطائرات المدنية، وهي اللي تنقل المرتزقة، وهي اللي تنقل الدواعش. إذن هذا المصطلح تذكروه جيدا. هذا كتقول باللي انت الجزائر خسرت وراها خسرت وعندها فقط 14 ألف جزائر هناك وعندها 7 رحلات. تذكر كلامي هذا مليح. الرجالة تاع الجزائر استخدموا هذا المصطلح توقيف اتفاقية الخاصة بالطيران المدني مع دولة الإمارات. ونعرف باللي راكم عندكم أسهم شركات أوروبية للطيران. نحن لا نتعامل فقط مع الإمارات. ضربكم الرجالة ضربتها معلم، بما أنكم استثمرتم في البحبوحة التي سبقت لما كان البترول يسوى $140. أنشأتم صندوق المالي الإماراتي من أجل استثمار في الطيران وفي مصانع الأسلحة. اشتريتوا مصانع بالأسهم. إذن الطائرات أو الشركات الأخرى العالمية الأخرى يسحبون من تحت أرجلكم البساط. عمرها لا تخسر السوق الجزائرية، لأن الجزائر عندها تواصل مع أوروبا، مع إنجلترا، وأنتم تملكون الأسهم في تلك الشركات. مستحيل هما يخسروا السوق الجزائرية. أكيد لما يجيهم الرابور، يجيهم التقرير من عند المنظمة العالمية للنقل الجوي أو الطيران المدني، راح يجي تقرير مفصل على الشيء اللي درتوه، اللي راكم ديروا فيه. إذن الدول الأوروبية راها فايقة بكم وراها تخدم بكم، وأمريكا كذلك راها فايقة بكم وفايقة بالدور هذا اللي راكم ديروا فيه. إذن الطيران الإماراتي تم ضربه ضربة تاع رجالة بإذن الله. شوف، بإذن الله غير تخلصوها غالية. جميع من واحد سفك دم جزائري يخلصها غالية اليوم أو غدا. وما تخافش على العجمي من بكري حراث، خاف على البقرة والحديث قياس. السلام عليكم.